اوكي بس بما انه انت فتحت الموضوع انا حبرر لك انا ليش هيك عملت. هسا الصوره زي ما انت شفتها كانت صوره جماعيه وفيها اكثر من 70 شخص. هاي الصوره مليون بالمية اقل شيء 40 شخص بده ياخذها وينزلها عنده على الستوري. صح. مساء الخير. أنس الشايب امبارح كان في لقاء، وهذا اللقاء فسر فيه أنس كل التساؤلات اللي ممكن تخطر ببال الفانزات والجمهور الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان جمهوره أو جمهور محمود أو كمان جمهور بيسان إسماعيل. اللي صار كالتالي: أنس لسه تقريبا ماخذ خاطر لمين؟ لبيسان إسماعيل. كيف عرفنا؟ من سؤال المذيع لأنس. المذيع بيسأل أنس إنه من فترة كان في صورة بتجمعك مع محمود ماهر اللي هو خطيبها لمين؟ لبيسان إسماعيل، وانت رحت يا أنس وعملت تشويش على هاي الصورة. ليش يا أنس عملت هيك؟ فبادر أنس وجاوب وقال حتى بيسان إسماعيل ما يخطر في بالها إني أنا حطيت إيدي في إيد هذا الشخص علشان أنتقم منها، أو إني أنا على صداقة مع هذا الشخص اللي هو مين؟ محمود. صورة شخص أو وجه شخص اوكي موجود. تمام. وقالوا الناس إنه حب يثير الجدل، حب يعمل تمام. ترند. هسا انا بامكاني اطلع ثاني يوم ابرر الموقف اللي انا عملته واحكي لهم شو السبب. بس انا الاشي اللي شايفه صح ما بستنى من حدا ثاني انه اقعد ابرر له. اوكي بس بما انه انت فتحت الموضوع انا حبرر لك انا ليش هيك عملت. هسا الصوره زي ما انت شفتها كانت صوره جماعيه وفيها اكثر من 70 شخص. هاي الصوره مليون بالمية اقل شيء 40 شخص بده ياخذها وينزلها عنده على الستوري. صح. هاي الصوره كانت اول مره بتجمعني مع هذا الشخص. حلو. راح تنزل بكل ستوريات العالم، راح تطلع اشاعات بعد ما تنزل هاي الستوريات، راح يقولوا هاي انس صار يعمل صداقه مع اشخاص عشان يغيظ حدا. لا مش يغيظ حدا، عشان يغيظ حدا او يوصل رساله لحدا انه انا بدي اصاحب اعدائك لحتى انتقم منك. انا ما بنتقم هيك. الانتقام هو انك تنتقم بنجاحك. شو يعني بدك توصل رساله انه يعني مثلا الشخص هذاك الناس رح تصير تطلع اشاعات انه صاروا اصحاب عشان ينتقم من هذاك الشخص. لا انا ما بنتقم هيك. الانتقام بالنسبه لي الانتقام بالنجاح. النجاح افضل انواع الانتقام. انا بنتقم بانجازاتي. طيب في شغلي، في الشغلات اللي بعملها بارض الواقع. طب بس في ناس فانا شو عملت؟ اخذت هاي الصوره. طب انا نزلت هاي الصوره عندي اوكي وخربشت. لانه اذا انا ما نزلتها في ناس تحكي لك طب اذا ما بدك اياها ليش تنزلها من الاساس؟ لانه اذا انا ما نزلت 40 واحد راح ينزلها وراح ياخذوا هاي الصوره عني، وانا ما بدي ياخذوا هاي الصوره عني. انا ما بصاحب حدا عشان اروح انتقم من حدا. يعني فانا وصلت لكل الناس وانا جريء. يعني انا اللي بدي اياه بعمله، بس بعمل الاشي الصح ما بعمل اشي غلط. انا بالنسبه لي كوجهه نظري خربشت على الصوره لحتى اوصل رساله لكل حدا راح يشوف هاي الصوره انه انا لا ما صاحبت حدا عشان انتقم من حدا ثاني. بيقول أنس وبيشرح انه مستحيل يحصل ما بينه وبين محمود اي نوع من انواع الصداقه، بس تحسبا عشان الناس ما تقول انه حط ايده بايد خطيب بيسان اسماعيل علشان ينتقموا منها او يعملوا جبهه ضدها. بيقول هو بحاله وانا بحالي، والله يسهل له اموره وانا الله كمان يكرمني. وبقول أنس إنه هو أكبر أصلا من إنه يعني ينتقم من أي حدا تركه. وبيقول له هو بعقلية أيام زمان كان ممكن إنه يقول بدي أنتقم بدي أعمل، ولكن هو اليوم واضح إنه نضج أكثر، واضح إنه كبر أكثر، وكمان استوعب إنه كل العلاقات هاي ما هي إلا علاقات عابرة. كمان سألوا المذيع عن موضوع إنه بيسان اشترت نفس سيارتك يا أنس الشايب، فقال السيارة مش يعني مكتوبة باسمي ومش ماركة مسجلة باسمي، وأي حدا بيطلع له إنه يشتري السيارة اللي بده إياها طالما السيارة يعني ثمن هاي السيارة موجود معه. الاكس جابت نفس السيارة. السيارة سيارة أحلامي، وأنا صار لي أكثر من 4 شهور كنت تعرف اللي بده يشتري سيارة بالإمارات مش بيوم وليلة، بده 3 شهور. عشان هيك سيارة يا جماعة الخير إنك تشتري سيارة الإجراء مو بسيط، بدك تفحصها أقل شيء 3 شهور، تعمل لها فحوصات شو محتاجة. يعني ما كان في اتفاق؟ لا مو أي اتفاق، وأنا بس نزلت وبعدي نزلوا أشخاص ونزلوا جي عادي. يعني شو هالجي إي باسمي اللي انا بس راكب يعني جي مصادفه خلص شو اعمل يعني اطلع اقول هذا واعمل زيي؟ لا بالعكس، انا شريت سيارتي ومبسوط فيها، هذا اشترى السياره نفس السياره حر، هو شو حياته حر فيها، مبروك عليه. ما حطلع واقول بقلد وهيك. انا وعيت ممكن لو جيت علي قبل 2 سنين صار نفس هذا الموقف اطلع اقول شوفوا كيف صار التقليد ولوين وصل التقليد وتخطوا وهيك. هذا انس قبل 2 3 سنين.
كمان سألوا إنه عن موضوع الخلاف الأصلي اللي بين بيسان إسماعيل وبين أنس الشايب. الخلاف الأصلي اللي بينه وبين بيسان إسماعيل اللي هو موضوع المصاري اللي كانوا بدهم يشتروا فيها بيت، إنه هو كان مش معاه هويته، وغير إنه كمان حساباته الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت كلها مسكرة. بيسان هي اللي غطت موضوع الملاكمة أعتقد، أو حتى هو كان موضوع رياضي. فمن بعديها بيسان اقترحت إنه هي بما إنها سجلت وهي اللي صورت إنه يتم تقسيم المبلغ بالنص ويشتروا بيت عشان يتجوزوا فيه. لكن أنس الشايب بيقول هذا الحكي مش صحيح، بدليل إني أنا لو تروح مني صفحتي تاني يوم بعمل صفحة، الصفحة بيصير عليها نص مليون أو مليون مباشرة، فكيف ممكن ألجأ لها إنه هي تصور؟ أو حتى المبلغ اللي أيام زمان كان محرز وكبير لكن ما كان بيجيب بيت، ما كانش بيجيب بيت. والمبلغ أيام زمان رغم أنه كان كبير إلا أنه اليوم هو مجرد يعني مبلغ تافه بالنسبة للي بياخده اليوم أنس الشايب. وكان في اتفاق انك يعني انت تصور على السوشيال ميديا، ولكن السوشيال ميديا كانت عندك فيها مشكلة، فهي صورت على السوشيال ميديا كل شيء واتفقتوا تقسموا المبلغ قسمين. هذا الحكي ما في منه. أنا لما تسكر حساباتي وذاك الوقت الحسابات كانت موجودة، وكل يوم يتسكر حسابي نعمل حساب ثاني يوصل لنص مليون. حلو، بس شكله المحرز كان يعني المبلغ كان محرز لحتى شوف بالوقت اللي كان قبل ممكن لانه كان هو سبب انك تشتري البيت لا مو مش هالمبلغ راح يجيب هالبيت. المبلغ هذاك بهذاك الوقت ممكن كان محرز. هسه انا بالنسبه لي فراطه المبلغ مقابل اللي بتتقاضاه اليوم. هذا بالنسبه لي جد فراطه، يعني فهمت؟ يعني انت لا بتنكر هذا كل هذا الكلام الموضوع مو صحيح ابدا، ومو خلص. انت قلت لك بدك تعيش مره واحده، بدك تضلك تنجح تعمل تساوي تنجز، بدك تضلك تحكي وترد حتضيع حياتك. طب مش ندمان على هاي العلاقه كلها اللي صارت؟ شوف فيش، اسمع، انا ما بندم على اي شيء بحياتي والله العظيم، ولا اي شيء ندمان عليه، ولا اي علاقه دخلت فيها بحياتي بندم عليها، لانه كل علاقه دخلتها مع بنت كحب او كصديق اعتبرته اخ او شيء بيعطيني درس. حلو. يعني انا الاشخاص اللي دخلتها سابقا كان من علاقه حب او اصدقاء او اي شيء، شخص مقرب لإلي، ممكن لو ما صارت هاي العلاقه مع هذا الشخص ايام زمان ما تعلمت. كمان سألوا المذيع عن موضوع لو عاد معتذرا شو ردة فعلك يا أنس الشايب؟ فقال هذا الموضوع ما بقدر أجاوب عليك اليوم، لأنه ممكن أجاوبك إشي اليوم وأعمل إشي تاني. فواضح إنه هو لسه شادد خاطر لبيسان إسماعيل، واضح إنه هو لسه باقي على فكرة إنه بيسان إسماعيل ما تظن في الظن السوء. ليش؟ لأنه لو حط إيده في إيد محمود مباشرة الناس كلها رح تحكي إنه هو فعلا صادق محمود علشان يعملوا جبهة ضد مين؟ ضد بيسان إسماعيل. ولكن هو كان أوعى من هيك، كان أكبر من هيك، وبيقول أنا بقيت أوعى، بقيت أكبر، بديت أفهم، وكانت عندي الجرأة الكبيرة أني أغطي على وجه محمود ماهر علشان الناس اللي راح تتناقل هاي الصورة ما تقول إنها جمعتنا صورة، فجمعنا صداقة، فجمعتنا اتفاقية على بيسان إسماعيل. واضح انه هو لسه مشتري خاطرها، وواضح جدا انه هو لسه بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي انه لسه تقريبا بيحبها. حتى المذيع قال له انت واضح انك انت لسه بتفكر لقدام انه شو ممكن يخطر في بال بيسان. فقال له لا ابدا، هي بحالها وانا بحالي، الله يوفقها والله يوفقني ويوفق حتى محمود، كل واحد ينجح بطريقته بعيد عن الثاني بما يرضي الله. فالناس على المواقع فكرت انه واستوعبت من هذا اللقاء انه لسه محمود، لسه أنس الشايب بحبها لبيسان إسماعيل، وإنه اللي كان سبب الانفصال اللي هي أمها لبيسان إسماعيل. زي ما قال جواني لما قال إنه أمها هي الغلط الوحيد في علاقة أي حدا مع بيسان، إنه أمها ما بتخليها تكمل ولا في علاقة بتدخل فيها بيسان إسماعيل. غير هيك كمان محمود ماهر عمل نفس الحركة لما أخذ الصورة عنده على حسابه الشخصي وراح مخربش على وجه أنس بنفس الطريقة اللي خربش فيها أنس على وجه محمود ماهر، علشان كمان يعني يرد له الصاع صاعين. ولكن اليوم وضحت الصورة إنه الموضوع مش مقصود فيه محمود ماهر، المقصود إنه فكرة بيسان عن إنهم الاثنين لو اجتمعوا أو الاثنين صاروا أصدقاء إنهم ممكن يكونوا الاثنين ضدها أو أعداء إلها، فهو حب ينفي هذا الموضوع. وكمان وضح وبيقول في ناس كثير كانت زعلانة مني إني ليش عملت هاي الحركة وليش ما وضحت من بعدها وليش ما طلعت حكيت في هذا الموضوع. وبما انه انفتحت السيرة فكان هو بيقول بكل جراءة وبكل يعني سعة صدر، بيقول انه
المقصود إنه بيسان ما تفكر إنه أنا لسه باقي عليها، لسه حابب أعمل جبهة ضدها أو أحط إيدي بإيد محمود علشان بس نكون على عداوة معها. بالعكس، أنا الله ينجحني والله ينجحهم كل واحد في حاله في طريقه. وغير هيك أنا كانت عندي الجرأة الكبيرة إني أعمل هاي الحركة بس عشان أوضح للناس النوايا اللي عندي. بيقول أنا خفت إنها الناس كلها تتناقل هاي الصورة، وبما إنها تتناقل هاي الصورة فأكثر من 70 واحد رح يحطها على الستوري عنده، ومن بعديها الناس تبدأ تحكي والناس تبدأ تعمل التأويل وكمان التصاميم والأحاديث والأقاويل إنه شوفوا الاثنين صاروا أصحاب، صاروا أحباب، حطوا إيديهم في إيدين بعض ضد بيسان، عاملين حزب على بيسان. فكان أنا اختصرت على الكل وعملت هاي الحركة، وهو مش عارف إنه لما خربش على وجهه محمود ماهر إنه زاد الطين بلة. هون الناس حكت، وهون الناس طلعت تصاميم، وهون الناس بدأت تتساءل، وهون الناس بدأت تحكي شو هالحركة اللي مش حلوة، وفعلا الدنيا قامت ولا قعدت. فالواضح إن الناس هيك بتحكي، هيك بتحكي اللي بدها إياه، هيك الناس ما حدش رح يخلص من شرهم. بس يا جماعة هذا هو الترند اللي كان طالع اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. بتمنى لكم سهرة سعيدة، وشكرا لكل حدا دخل عندي، شكرا لكل حدا عمل اشتراك، كل حدا عمل شير، كل حدا عمل تعليق، كل حدا شاف الفيديو. بشكركم، بحبكم كتير. سهرة سعيدة للجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لكم، مع السلامة.